هو قال إنه حلم، بس الكاميرا كانت شغالة. اللي حصل بعد كده محدش صدقه. من هنا بدأت الحكاية. كل ليلة كان بيشوف نفس الكابوس، يشوف نفسه واقف قدام الكاميرا ووشه كله سواد. صحي مفزوع وقال ده أكيد مجرد حلم. لكن لما فتح الموبايل لقى فيديو متسجل فعلا، نفس اللي شافه. الغريب إن الفيديو ما كانش بالكاميرا الأمامية، كان بالكاميرا الخلفية. يعني في حد فعلا كان واقف وراه وهو نايم وبيصوره. بس السؤال اللي محدش قدر يجاوب عليه لحد النهاردة، مين كان ماسك الكاميرا؟ استنوا الجزء التاني. وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات واعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. سلام.